وصل متوسط مكسب محفظة اليوم ل2.3%. وصل مكسبي من سهم البنك التجاري الدولي ل10.7%، وده بعد ما زاد في جلسة النهاردة ل6%، واللي لسه ما وصلش للهدف الثالث اللي أنا محدده ليه. ويوصل مكسبي من سهم انترناشونال بيزنس ل4.7%، وده بعد ما نزل النهاردة حوالي 6%، لكنه لسه ما وصلش للهدف الثالث اللي أنا محدده برضه. أما سهم منافس للأروية وصلت خسارتي فيه ل1.3%، بس مش هطلع منه لأنه لسه ما ضربش بكفر الخسارة بتاعتي، والسهم زاد في جلسة النهاردة حوالي 1.4%. سهم برايم القبضة توصل خسارتي فيه برضه ل1.9%، لكنه لسه ما وصلش لكفر الخسارة اللي أنا محدد، واللي زاد في جلسة النهاردة حوالي 1.4%. أما سهم راية بيحقق الهدف الرابع بمكسب 25%، واللي ارتفع في جلسة النهاردة حوالي 8.8%. سهم فيرت وصل معايا ل2.2% الخسارة فيه، وده بعد ما نزل النهاردة ل1.9%، لكن السهم ما ضربش برضه معايا كفر خسارة. سهم وادي كومومبو اشتريت فيه النهاردة وقفل على سعر اللي أنا شاري عليه 280 جنيه. يا ترى هيوصل للهدف التالت والرابع اللي أنا محددهم ولا هيضرب بكفر خسارة؟